ايه العك الكروي والقرف ده يا حسام يا حسن؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا راجل. حرقت دم 108 مليون مصري يا راجل، ولا اداء. ده انت ما خرجتش من وسط الملعب في ماتش السنغال ومصر يا جماعه. ايه القرف ده يا راجل؟ اتق الله يا راجل. اول ضربه ركنيه ليك في الدقيقه 83 يا راجل. يا راجل ده انتوا ناس يعني فيستك خالص. انتوا زي الزينه ديكور، انتوا هوا اشكال على الفاضي. وبتقبض مليون جنيه مصري كل شهر، مليون جنيه مصري. فين الفكر اللي عندك يا راجل؟ ده انت قاعد لي في وسط الملعب بتدافع لي. فاكر نفسك هتبقى لاكي زي الماتش اللي فات بتاع كوت ديفوار اما جبت جونين في الاول، وانا كنت عامل فيديو بقول كده والله يا جماعه ده توفيق ربنا ليس الا. بشوف الفيديو في القناه عندي. وتلعب في وسط الملعب وقاعد ورا متراجع ولا هجمه يا راجل، وفي الدقيقه 95 تجيب شوطه من مرموش. يا راجل اتق الله يا راجل، ده انتوا عالم تفضحوا. ده منتخب مصر. ايه العولانه اللي احنا فيها دي يا جدع يا جدع؟ ايه العولانه دي؟ دي 95 شوطه واستحواذ 70% ل 30، وانا متاكد اصلا ان الاحصائيات ما رضتش تحرجنا. وانا متاكد الاحصائيه بتاعه الاستحواذ كان ممكن تبقى 80 اقسم بالله، و20% مصر و80% السنغال. ايه العك ده؟ وانت كنت قاعد بتعمل ايه يا حسام يا حسن؟ يا عقيم الفكر اللي متربى على مدرسه محمود الجوهري الله يرحمه، المدرسه الدفاعيه، وانا عارف كده كويس. وكنا بنقول ايه؟ حسام حسن الله ده مهاجم وقناص وفكره كله هجومي. ايه يا راجل ده يا راجل ده يا راجل؟ ده ممكن يبقى كوتش كان بيلعب مدرب، كوتش بيبقى يلعب مدافع، تفكيره هيبقى احسن منك يا راجل. ده انت كنت بتلعب مهاجم. ايه القرف ده؟ بنت على حقيقتك. وماتش كنت برضه اصلا انا كنت عارف اصلا اللي فيها، والله كنت عارف ان توفيق ربنا ليس الا، وقلنا كده في الفيديو هنا على القناه. ايه يا راجل ده؟ وانت فكرك العقيم يا حسام يا حسن يا كلوز مايندد، ها؟ يا اللي بلغت من العمر اعتيادي داخل على 60 سنه. فكرك ان انت هتقعد تسحبه من الشوط الثاني وبنفس الاسلوب والعقم ده وتخش على الاكسترا تايم؟ عشان ايه الاكسترا تايم؟ عشان تكمل نفس الاسلوب الممل بتاعك، ان انت ولا عارف تلعب هجمه واحده يا راجل. ولا صلاح ولا مرموش عملوا اي هجمه. وصلاح الكابتن ماجد بتاعنا محمد صلاح ولا اي حاجه. طري محمد صلاح، طري فرفور كيوت، ها؟ مش دايس ولا بيقاتل. وانت يا محمد صلاح لا تلومن الا نفسك، انت ورفاقك وتريزيجيه والناس دي. اقسم بالله لو انا اللي معاكم في الفريق وشايف الخطه كده اقول لهم لا يا جماعه نلعب احنا براحتنا، احنا عايزين نجيب البطوله لينا عشان السي في بتاعنا في التاريخ بتاعنا. لكن انتوا كده خلاص حرمتوا نفسكم. وانت يا كابتن ماجد يا محمد صلاح يا صلاح يا بتاع ليفربول اللي كنا فاكرين لك حلال العقد والمشاكل، ها؟ خلاص كده يا باشا، انت عملت انجازات لنفسك لكن مش عمرك ما تعمل حاجه تاني لمنتخب مصر. حسبي الله ونعم الوكيل. تقبضوا بالملايين، بملايين الدولارات، وبتلعبوا في فرق محترمه سواء الاهلي او بره او في انجلترا او هنا وهنا، وفي الاخر تحرقوا دم الناس. يا عالم يا عوله يا تعبانه. ده لو المدرب قال لي العب مدافع هسيب افكني من المدرب والعب انا هجوم.